20 يوم بالظبط. والله العظيم عايز اشوف حد يبقى عنده كرش بعد اللي انا قلته ده. هختار 2 من الكومنتات تمام فور فري لمده شهر واحد. اي حد هينفذ الحاجات دي ومش هيلاقي نتيجه او كرشه مش هينزل، اقسم بالله اقسم بالله تدريب اونلاين مدى الحياه، كل حاجه وحلها ايه بالظبط وانت بتعاني من ايه. فعشان تعرف انت بتعاني من ايه والحل بتاعها ايه، تابع معايا لاخر الفيديو. مبدئيا كده خلينا متفقين ان المنظر ده وحش جدا، وان دهون اسفل البطن ضيف تقيل قوي، وحاولت كتير تتخلص منه وما عرفتش في الاخر ويأس. اقسم بالله الموضوع طلع سهل وبسيط جدا، مش محتاج منك بس غير انك تتابع لاخر الحلقه، علشان الحلقه دسمه شويه وحاجاتها كلها مترتبه عن بعض، فلازم تتابع ايه حته بحته، علشان اقسم بالله الحل طلع سهل جدا وانت اللي مش عارف. اول حاجه كده لازم تعرف تركيب البطن كله عامل ازاي. اولا بيبقى الامعاء قدامها حاجه اسمها الميد سيكشن، تمام. قدام الميد سيكشن دي عضلات البطن او الابس او السكس باكس، شوف انت بتسميها ايه. قدامها الدهون، قدامها الميه، قدامها الجلد. يبقى كده انت عرفت تركيب البطن عموما. قبل ما نتكلم في اي حاجه يبقى انت كده عرفت تركيب البطن عامل ازاي. طب تعالى اقول لك الانتفاخ او الكرش اللي عندك ده بيبقى ناجم غالبا من 4 حاجات. اول حاجه بيبقى عندك مثلا الميد سيكشن اللي هي عضلات البطن عندك فيها ارتخاء، تمام. تاني حاجه بيبقى مثلا عندك ووتر اتنشن، فبيبقى عامل لك شكل الكرش اللي عندك ده، او عندك مشاكل في القولون، او عندك مشاكل في الدهون، يعني عندك دهون زياده او كده. وبرده تابع معايا عشان انا قايل لك كل حاجه وحلها ايه بالظبط وانت بتعاني من ايه. فعشان تعرف انت بتعاني من ايه والحل بتاعها ايه، تابع معايا لاخر الفيديو. ولو نسيت اي حاجه او عندك اي استفسارات ما تنساش تسيب لي رايك في الكومنت، تعمل سبسكرايب وشير وتفعل زر الجرس عشان اول ما انزل حلقه تجيلك على طول. يبقى اول مشكله هنبدا بيها هي مشاكل القولون. بيكون عندك انتفاخ في القولون، فبالتالي بتلاقي بطنك السفليه بيبقى فيها بروز خارجي او عامله كيرف كده لبره، وبيبقى ده شكل الكرش اللي عندك، وده بيبقى ناجم. بيبقى عندك انتفاخ في الامعاء الداخليه، فبيديك شكل الكرش اللي انت شايفه. طب وحل الموضوع ده بيبقى ايه؟ اول حاجه لازم تهتم باكلك كويس جدا وتبعد عن الهيلثي وتتجه للهيلثي. زي ايه بسرعه كده؟ زي ان انت تبطل سكر وتستخدم سكر دايت او عسل ابيض زي سويتال او ستيفيا، تبطل مخبوزات ومعجنات وتتجه للعيش الاسمر او التوست البني او الشوفان او المكرونه او الرز، الحاجات بقى ايه المسلوقه، بعيد عن الزيوت. بتبدل الزيوت بتاعتك بزيت زيتون او سمنه بلدي، وبيبقى كميه صغيره جدا علشان فيها كالوريز عاليه. تاني نقطه، تم بمساج اسفل البطن او مساج القولون، وده هسيب لك فيديو ليه او زي ما انت شايف قدامك كده. طب نخش على المشكله الثانيه. لو انت عندك ووتر اتنشن او جسمك حابس ميه، ده بيبقى نتيجه لحاجه من الثلاثه. جسمك بيحبس ميه، يا اما لو انت بتاخد مثلا صوديوم كتير زي الملح مثلا كتير في الاكل بتاعك، وده الحل بتاعها بيبقى ان انت يا بتمنع ملح او بتقلل من الملح بتاعك، او بتزود بوتاسيوم. بوتاسيوم زي ايه؟ زي الموز وزي الطماطم طبعا ايه. وهسيب لك برده عشبه اهي، هسيب لك اسمها هنا اهو، تمام. دي برده بتساعد على سحبه الميه من الجسم. تاني حاجه جسمك بيحبس ميه لو انت مش بتشرب ميه كتير، فالحل هنا ان انت تشرب 3 لتر ميه يوميا. هتقول لي كتير؟ لا والله، لو انت ازازه الميه اللي هي لتر ونص دي لو مليتها وحطيتها جنبك كل شويه خدت بق كده شربتها مرتين في اليوم كله، يبقى انت كده خدت احتياجك اليومي من الميه. تالت حاجه برده بتخليك ان انت تحبس ميه، ان انت بتاخد كربوهيدرات كتير. طيب ما انت لما بتاخد كربوهيدرات كتير بتعلي الانسولين عندك، فلما بتعلي الانسولين عندك بيحبس ميه. طب الحل هنا ايه؟ الحل هنا ان انت تقلل في الكارب بتاعك، وتابع لاخر الحلقه عشان هقولها لك في اخر الحلقه تقلل الكارب بتاعك ازاي. يبقى كده فاضل بس مشكلتين من الاربع مشاكل اللي انا قايلهم لك اللي بيعملوا انتفاخ او بيعملوا لك الكرش، هو مشكله الدهون ومشكله العضلات. هنعمل ايه معاهم؟ وده بينقلنا للمرحله الثانيه او المرحله اللي بعدها، وهي الكارديو. طيب ودي حلها ايه؟ حلها ان احنا هنعمل اول حاجه معانا اسمها الهيتس كارديو. ده بيبقى عباره عن 12 دقيقه كارديو بس ليه طريقه معينه. طيب بتجيب ال 12 دقيقه بتاعتك بتقسمها مثلا 3 دقائق، 3 دقائق بتجري بسرعه جدا اقصى سرعه عندك، وبعد كده دقيقتين مشي. بتفضل تكرر الموضوع ده كده
تمام. لحد ما تخلص ال 12 دقيقه بتاعتك، ودي اسهل واسرع طريقه تحرق بيها دهون. وتاني برضو حل معانا حاجه اسمها كارديو قليل الشده. كارديو قليل الشده يعني انا بمشي 30 دقيقه كل يوم، وده هياخدنا للنقطه اللي بعدها اللي هي العضلات. انتوا مش متخيلين اهميه العضلات في الموضوع ده عامل ازاي جدا. يعني لما نيجي نتكلم عن الكورسيه الطبيعي اللي هي عضلات البطن الداخليه او عضلات البطن العميقه اللي هي ترانسفيرسس ابيدومينيتس، تمام، ده بيبقى عباره عن كورسيه طبيعي محوط كده البطن كلها، تمام، من ورا كده لقدام. فانت لو عندك العضلات دي قويه جدا، تمام، او مش قويه متوسطه، تمام، ده بيخليك كده كرسي طبيعي ماسك البطن. يعني لو انت عندك انتفاخ، هو اصلا العضلات دي هتمنع الانتفاخ، ان هو هتسيطر على الوضع. انا مش عارف انت متخيل معايا ولا مش متخيل. فمستحيل يبان لك كرش ده في حاله كمان لو انت عندك انتفاخ. يعني لو انت عندك انتفاخ هي هتسيطر على الموضوع، مش هيحصل لك كرش او هيحصل لك بروز في اسفل البطن. ولكن للاسف اغلبيه الناس اللي بيبقى عندها كرش او بيبقى عندها بروز في البطن، ده بيبقى عندهم ارتخاء في العضله دي، تمام، فبالتالي بيسبب لك الكرش بتاعك. طيب حلها ان احنا هنعمل تمارين بسيطه جدا، منها تمرين الفاكيوم. والفاكيوم عباره عن ان انت بتشفط بطنك اكنك يعني عمودك الفقري اهو، وبطنك اهي بتحاول تلمس بطنك السفليه لعمودك الفقري. وهسيب لك برضو فيديو شرح لتمرين الفاكيوم بالظبط عشان تعرف تعمله، تمام. هتعمل علشان تمرين الفاكيوم يقدر يستهدف عضله الترانسفيرسس ابيدومينيز اللي احنا لسه قايلين عليها، اللي هي الكرسي الطبيعي اللي محوط البطن كله، اللي اصلا لو انت عندك العضله دي قويه جدا انسى ان انت يبقى عندك كرش اصلا. هتحاول على قد ما تقدر تثبت في تمرين الفاكيوم. لو انت شخص مبتدئ هتقدر تثبت مثلا من 5 دقائق ل 8 دقائق. لو انت شخص محترف شويه هتثبت من 10 دقائق ل 16 دقيقه. طيب هنعمل تمرين الفاكيوم ده 20 مره الصبح وهنعمل 20 مره بالليل، تمام. خلي بالك الموضوع ده كله في 20 يوم بالظبط. لو قدرت ان انت تنفذ الخطوات والشروط اللي انا قلتها في 20 يوم بالظبط، والله العظيم عايز اشوف حد يبقى عنده كرش بعد اللي انا قلته ده تعمل اللي انا هقول لك عليه بالظبط، او اللي انت شفته في الفيديو، او اللي انا لسه بكمل لك الفيديو عليه. والله العظيم ما هتلاقي عندك كرش نهائي وتحدي. ولو لقيت حد عنده كرش، ليه مني متابعه اونلاين فور فري 3 شهور او مدى الحياه. يعني لو انت نفذت اللي انا قلت عليه بالملي بالحرف وما الكرش عندك ما نزلش. وبرده مع تمرين الفاكيوم هنعمل تمرين اسمه البلانك، اكيد طبعا كلنا عارفينه، اللي هو الثبات على المعصم او رزق الايد ده، تمام. بتعمل اكتر وقت انت تقدر تستحمله. وهنعمل برده تمرين ثالث، كل التمارين دي والله بسيطه. هنعمل تمرين ثالث اسمه ريفرسز بلانك، اللي هو البلانك المتشقلب. طبعا كل ده هسيب لك فيديوهات ليه زي ما انت شايف قدامك وصور عشان تعرف تعمله صح. طبعا زي ما انا لسه قايل لك، لو قدرت ان انت تمارس وتمشي على الحاجات دي لمده 20 يوم بالظبط، وداعا للكرش. واي حد هينفذ الحاجات دي ومش هيلاقي نتيجه او كرشه مش هينزل، اقسم بالله اقسم بالله تدريب اونلاين مدى الحياه لو انت نفذت الحاجات دي وكرشك منزل. طيب خلينا كده نراجع اللي احنا قلنا عليه بالظبط، تمام. تمرين اكل تعمل سعراتك الحراريه. دلوقتي هيجي حد هيقول لي يا كابتن او دكتور، انا ما عنديش المقدره ان انا ادفع لحد فلوس علشان يظبط لي اكلي او يظبط لي سعراتي الحراريه، وانا ذات نفسي ما بعرفش اعمل كده. طيب دلوقتي برضو انا سايب لك فيديو، هسيبه لك اهو هنا، تمام، او هسيبه لك في مربع الديسكريبشن تحت، فيديو ازاي تقدر تحسب سعراتك الحراريه بكل سهوله. قدرت تمشي على اللي انا هقول لك عليه، هتنزل 800 سعر حراري في اليوم الواحد. طيب خليني اقول لك كده حاجه بسيطه، ايه توتال اليوم بتاعك من السعرات الحراريه؟ يبقى 50% كربوهيدرات، وخلي بالك لان الكربوهيدرات الزياده هيعمل لك ووتر اتنشن، هيحبس لك ميه. طيب و30% بروتين، ويكون طبعا اكل صحي مشوي او مسلوق او معمول بسمنه بلدي او زيت زيتون. وال20% هيبقى دهون صحيه. دهون صحيه زي ايه؟ زي السوداني وزي المكسرات وزي برضو السمنه البلدي او زيت الزيتون. طبعا في خلال ال20 يوم مفيش سكر، مفيش مياه غازيه، مفيش حلويات، مفيش معجنات، مفيش الكلام ده كله. ولو استفدت من الحلقه ما تنساش اعمل لايك وسبسكرايب وشير وتفعل زر الجرس عشان اول ما انزل حلقه تجيلك على طول. وما تنساش برضو ان انا عامل مسابقه تدريب اونلاين، هختار 2 من الكومنتات، تمام، فور فري لمده شهر واحد. تقدر تسيب كلمه اونلاين كوتشنج في الكومنتات، وبنختار عشوائي، وباذن الله تقدر تكون انت سعيد الحظ. وما تنساش برضو عاملين 50% ديسكاونت على الاونلاين كوتشنج ده الطبيعي، و50% ديسكاونت على اي مكمل انت عايزه. تقدر تبعت لي على الانستجرام، تعمل لي فولو على الانستجرام بتاعي علشان تقدر تستفيد بالعرض ده، او لو انت عايز تتمرن معايا اونلاين كوتشنج. كان معاكم كابتن عمرو، السلام عليكم.